لما بيبقى فيه عنصر نسائي هو اللي بيقود. معانا رزان الشبلي، هي مدير حجوزات هوليداي بيست. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. الان انت كنتي من اللقاء بس احنا تمام. تمام. قولي لي، كلميني الاول عن الشركه بتاعتك. هلا شركتي هوليداي بيست جالف، هي السيستر كومباني لبيجاس تورستيك. هلا نحن بالماركت من 2.5 سنين، بس بيجاس تورستيك من 13 years، يعني من 30 years. نحن متخصصين بالاوت باوند اكسكursion، بالاوت باوند اكسكursion tours, hotels, everything outbound UAE. So we have our own offices in 8 countries: Georgia, Armenia, Turkey, Azerbaijan, Thailand, Vietnam, Indonesia, Kazakhstan. We have there our own offices like DMC, and we have our also own hotels like Swandur in Antalya and Swandur in Vietnam. So we are very specialized in this. طيب خلينا نتكلم عن انه اوقات كتير قوي التحديات، او زمان كانت التحديات تخص كل دوله لوحدها، دلوقتي لما بتحصل تحدي بتحصل مشكله في العالم اكيد بتاثر على الكل. قولي لي ايه التحديات اللي انتوا قابلتوها قبل كده وازاي بتتعاملوا معاها، وهل في تحديات جديده دلوقتي اقتصاديه مثلا ممكن تاثر على الشركه؟ هلا التحديات هلا صار انه اي شخص بامكانه يحجز التذكره اونلاين. يعني نو نيد تو اور اسيستنس، اي شخص عنده انترنت فبيقدر يدخل ويحجز التذكره. but the human touch should be there at the end. يعني no matter what the person is going to be specialized in booking, at the end he needs human touch there. So we have this advantage. يعني عندنا هيدي القصه فينا نستفاد منها بالاوتيلات، خصوصا بالاوتيلات، يعني لانه مهما كان مثلا عندك مواقع اوتيلات مشهوره، بالنهايه بدك حدا شخص يساعدك. لكن يعني نفس الفكره انه بتتغلبوا على التحديات، كل شويه في تحديات جديده مش بس تخص لكن موضوع الشركات ده انا عارفه الموضوع كبير جدا وعلى مستوى العالم كله اتاثر بيه. ده تحدي العظيم أكيد. بالنسبه للشركات خصوصا بعد كورونا. بس زي ما بقول دايما انه انتوا بتتغلبوا على ده انكم بتقدموا خدمات افضل من ان هو يلجا لوحده. اكيد اونلاين، اكيد 24 hours اونلاين اسيستنس، جاهزين امتى ما كان. يعني اذا البلاج مانو شغال بغرفه بالروم باي اوتيل immediately we will get assist you like this. تستعملوا الاي اي كانه يكون بيقترح على الجست تعالى نعمل رحله شكلها كذا، تعالى نعمل. لا ابدا، ما بنقترح، كله هيومن تاتش. يعني بالنهايه نحن بدنا نقدم شيء ما كثير افتراضي للمسافر، يحس انه انت انسان معه، ما بدنا شيء جاهز. يعني we made it by ourselves. قولي لي التارجت ايه من مشاركتكم في الاي تي ام؟ نحن تارجتد GCC countries because we have to operate to our countries there in these 8 countries. فانت عايزه توسعي الاسواق دي بالناس. We already provided to GCC countries. They are already working with us, but نحن هلا يعني عم نتوسع اكثر واكثر، اعداد اكثر وكده. تماما. حلو قوي. ميرسي لوقتك. شكرا.